أو النهر دائما في خاصية من خواص خطوط الكنتور لقتنا مربوطة بجريان الأنهار. قلت لك تتراجع الأنهار نحو منابع شنو؟ أو المناطق المرتفعة نحو المنابع. تتراجع خطوط الكنتور نحو المناطق المرتفعة أو نحو المناسيب العليا، بدليل أن الأنهار تجري من المناسيب العليا نحو. لكن تعال شوف خط الكنتور بيكون كيف مع جريان النهر. يعني أنا لما أجي ألقى من خلال الرسم وبعدين نعرف، أنا نقول هذا الوادي تتراجع فيه هنا، تتراجع فيه خطوط الكنتور. أين تتراجع؟ قال تتراجع خطوط الكنتور نحو المناسيب العليا، نحو المناسيب العليا، أي كلنا نعلم تماما أي نحو المناطق المرتفعة، جهة المناطق المرتفعة. ولما أنا أجي أقول لك شوف جريان هذا النهر، إذا افترضت أنه أنا عندي ده نهر وهذا النهر دي قال الجهة بتاعت شنو، وبقول لك دائما دي جهة المنبع، جهة المنبع. ولما تجي تلاحظ لخط الكنتور يرجع لجهة المنبع بالطريقة دي، يكون النهر شوف الجهة يرجع بالصورة دي، تتراجع بهذه، يبقى ده في الشكل بتاع الوادي ده. وحتى لو جيت كتبت أي من اللي هو الفاصل الرأسي 50، أنا بقول 100 150 200 250، أي المنطقة دي تمثل المناطق المرتفعة، تمثل جهة المنبع، تمثل المناسيب العليا. يعني داري يوري أنه أنت لما تجي، أنا بقول لك شوف هنا ما في خط بيكون كده، دي غلط، لا توجد، ما بتكون بهذه الصورة، لكن ده الصح، جهة المناسيب العليا. ودائما لو جيت لاحظت هذا الوادي أو النهر باعتبار هذه، قالوا عندنا ظاهرة وأنا قلت عليك عشان تقارنها بيه، وقالوا اسمها شنو؟ البروز. البروز عكس الوادي، والبروز تتراجع فيه خطوط الكنتور نحو المناسيب الدنيا أو السفلى ونحو المناطق المنخفضة، وبيجي يظهر الشكل بتاع الخطوط الكنتورية. لأنه أنا قبل كده وقمت عملت عليك في شكل مرد علينا في الخواص بتاعت الفرق ما بين الوادي والبروز. إذن أنا عندي بهذه الطريقة. من الأشكال المربوطة بتصريف المياه عندنا ظاهرة بيقولوا عليها الفجوة، بيقول لك الفجوة المائية والفجوة شنو؟ الهوائية. وبالله خلي بالك فرق بسيط أصلا اثنين، انت لما تجي بيقول لك فجوة مائية وفجوة هوائية، ودي لأنها مربوطة بالجريان أيضا بتاع الأنهار أو الخيران أو المجاري المائية. شوف دايما أنا لما يجي يقوم يقول لي، أنا بقول لك من خلال الرسم وبعد ذاك بتكون أوضح. لو جيت أنا في الرسم يظهر عندي الآتي، أيا كان أنا بقول منطقة منخفضة بهذه الطريقة، وعليه بيجي الخطوط بيديني لي. لو جيت وأوريك بعد ذاك الفوارق بتاعتها، لو جيت قلت 50 100 150 200 مثلا، وبنفس الطريقة في الجهة الثانية 50 100 150 200. تعال شوف بعد ده الفرق. 200 أنا ممكن أسميها فجوة مائية، و200 ممكن أقول. أنت براك لو جيت لاحظت
المناطق دي الاثنين كلاهما مناطق مرتفعة، يعني دي منطقة مرتفعة دي منطقة مرتفعة. ما بين المنطقتين المرتفعتين توجد منطقة منخفضة. ما بين المنطقتين المرتفعتين وجود منطقة منخفضة. يلا قالوا في الحالتين لو انت لقيت حسب الرموز المديك ليه، انا مرات بيديني بالطريقة دي، انا رسمت ده باعتبار خور مجرى مائي نهر، قال نهر خور نهر موسمي خور مجرى. يلا بعد ده تعال شوف الفرق بيجي وين. قالوا لما يكون في مجرى مائي يتخلل او يمر بمنطقتين مرتفعتين في الحالة دي مع وجود المجرى المائي، هذه تسمى فجوة مائية. طوال يقوم اعكسها نفس المنطقة دي بنفس الترغيم، لكن أكد تماما أنه لا يوجد فيها شنو؟ مجرى مائي. قالوا عدم وجود خور أو نهر أو أي مجرى طوالي بتسمى عكسها فجوة شنو؟ هوائية. منطقة منخفضة ما يفرق بيناتهم وجود الماء أو من عدم وجوده. في موية أهلا وسهلا، طوالي أنا وجود مجرى خور نهر موسمي خور متقطع بديك الرمز، وبتلقى الرمز بتاع الخور أو النهر أو المجرى بيكون موجود عندك في المفتاح تحت مع الرموز بهذه الصورة.